أعيش فيها معاكم النهاردة وندردش فيها مع بعض النهاردة، ويبقى بالمرة أكني بوعي نفسي وأكنها بالنسبة لي كتذكرة إني دايما أفكر نفسي بالموضوع ده وأتكلم فيه معاكم، لأن الحقيقة لسه في حاجات كتير قوي عايز إني أتكلم فيها معاكم وأناقشها معاكم. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات إن عندي أفكار كتير جدا مختلفة، وإن الموضوع مش هيبقى مقتصر على دردشة بس. يعني في اوريدي حاجات أنا محضرها إن أنا زي منتجات معينة جبتها وحاجات جربتها، حابب إني أعمل عنها زي ريفيو بناء على تجربتي الشخصية، بس هعملها بطريقة ال ASMR. فكل دي حاجات أنا بإذن الله قريب جدا أصورها وابتدي أعملها. بحاول على قد ما أقدر إن أنا أصور لكم الفيديو بكواليتي أحسن من كده. أنا لسه طبعا ما جهزتش كل حاجة، سواء المايك عشان نعمل الفيديو الكواليتي بتاعته من ناحية الصوت تكون أحسن، وتكون على قد ما بقدر تكون عازلة لأي صوت خارجي ممكن يكون بيسبب أي مضايقة للي بيسمع. في نفس الوقت هحاول كمان إني أظبط مكان أقدر أصور فيه الفيديو، وأقدر أظبط الرينج لايت بحيث إن أنا أصور بالكاميرا الخلفية بتاعة الموبايل مش الفرونت كاميرا، عشان طبعا الكواليتي بتكون أحسن بكتير جدا في الكاميرا الخلفية. كل ده إن شاء الله بإذن الله هبتدي أشتغل عليه أنا
هو اللي يقدر يتغلب على الشيطان ووسوسة الشيطان، ويقدر يتغلب على الكسل وأي حاجة بتمنعه عن قرب ربنا أو إن هو يكون قريب لربنا. فعشان كده دايما حاولوا إنكم تدوا نفسكوا فرصة إنكم تقوموا تاني وتقربوا لربنا. آسف، نرجع نكمل تاني كلامنا بعد ما كنت قمت بس أصلي الفجر. فاللي كنت بتكلم فيه إن بلاش تيأس أو بلاش تخلي اليأس وشيطانك يتمكن منك. لو انت كنت إنسان بيصلي ومنقطع بقاله فترة ورجع يصلي ولقى نفسه انتكس، أو لو انت إنسان بيصلي بس مش ملتزم، أو لو انت إنسان ما بتصليش نهائي وحرفيا مش بترجع زي ما بتتقال باللغة بتاعتنا، فبلاش تخلي يأسك وشيطانك يتغلب عليك ويسيطر عليك بإنك تقول مثلا أنا كده كده مش هعرف أصلي ولا عمري هعرف أصلي، وهيفضل شيطاني راكبني وهيفضل شيطاني مسيطر علي ومش هعرف أقرب لربنا. بالعكس، كل ده غلط، وده أكتر باب الشيطان بيحب يدخل منه للناس، وده أكتر باب الشيطان بيعرف يسيطر بيه على عقولنا. ولو ركزت هتلاقي أصلا إن هو ده هدف الشيطان الأساسي، وده اللي هو دايما بيحاول يسعاله، ألا وهو إنه دايما يخليك تحاول تيأس، دايما يخليك تشوف نفسك فاشل وإنك عمرك ما هتعرف تنجح في الحاجة اللي انت عايزها. هدف الشيطان الأول والأساسي هو إنه يبعد العباد عن ربهم، إنه يبني سور بين العبد وربه، وإنه مهما عملت يحسسك إنك برضو عمرك ما هتعرف تقرب من ربنا، وعمرك ما هتكون بالإيمان أو بالقرب منه اللي انت نفسك فيه وعايزه. فمهما حصل اوعى تفتح للشيطان الباب ده، أو اوعى تديله فرصة. في ناس ممكن تصلي وتلاقي نفسها بتنتكس مرة، فترجع تصلي تلاقي نفسها انتكست مرة كمان، فتيأس تقولك خلاص مفيش فايدة. غلط، غلط جدا جدا جدا. هو ده اللي الشيطان عايزه، انه يوقعك مع كل مرة بتقوم تقف فيها على رجلك. كل مرة هتحط في نفسك او تحط في دماغك انك هتقوم وتقف على رجلك وتحاول انك ترجع تقرب لربنا من تاني وتعمل اي حاجة خير تقدر انك تتقرب بيها الى ربنا تاخد بيها ثواب. هتلاقي الشيطان بيسعى بكل اللي هو عايزه، بكل اللي يقدر عليه، انا اسف، عشان خاطر يوقعك وعشان خاطر يخليك تبعد عن ربنا وتكسب ذنوب. فما تخليش الشيطان يكون عزيمته اقوى من عزيمتك. هو عزيمته واصراره في انه يبعدك عن ربنا ويخليك دايما بعيد، ويحاول دايما انه يقف في طريقك. خلي عزيمتك انت اكبر منه. ما بقولش طبعا ان الموضوع سهل وبسيط، ولكن صدقني مفيش حد فينا عاجز عن انه يقرب من ربنا. جرب
مبنبقاش حاسين. او actually خليني اقول ان الشيطان هو اللي بيخليك تسرح بالوقت، بيقعد يلهيك في حاجة تشوفها على الموبايل او في تلفزيون بتتفرج عليه او في كلمتين تقولهم مع اي حد، تلاقي نفسك في الاخر ممكن تكون الاذان او الصلاة فات عليها حبة وانت كل ده ما صليتش، فتلاقي نفسك كسلت. واوقات كانت بتحصل معايا وممكن غصب عني الاقي نفسي فوتت وقت الصلاة والاذان اللي بعده جدا بسبب اني قعدت سرحت في الموبايل، سرحت في الكلام مع حد. فعشان كده صدقوني اكتر حاجة لما جربتها نفعت معايا فعلا هي ان بمجرد ان الاذان يدن اقوم اتوضى في ثانيتها واقوم اصلي. غير ان انت تكون بتقضي على الكسل وبتقضي على فكرة وساوس الشيطان في دماغك انه يخليك تأخر الصلاة، فهي اصلا ثواب كبير جدا جدا انك تصلي الصلاة في وقتها. لان الصح مش اني مجرد اصلي الفرض اللي عليا وبس، لا، الصح اني اصلي الفرض في وقته، اصلي الصلاة في وقتها مأخرهاش، محاولش على قد ما اقدر، احاول انا اسف اني مأخرش الفرض اللي عليا واصليه في ميعاده. فده بالنسبة للنقطة بتاعت الكسل، ان انا بلاش لما الاذان يدن افوت وقت او احاول اقول مثلا طب اصلي هريح 5 دقايق او هريح 10 دقايق، طب اصلي اعمل بس الحاجة الفلانية وبعد كده اقوم اصلي. صدقني ده بيبقى الباب اللي الشيطان دخلك منه وانت او انتي مش واخدين بالكوا ان هو ده اصلا اللي هو عايزه، عشان خاطر يحاول على قد ما يقدر انه ما يخليكوش تصلوا الفرض اللي عليكم. فحاولوا جاهدين انكم بمجرد ما تسمعوا صوت الاذان تقوموا تصلوا. ده اللي انا عملته من شوية، اني لما سمعت صوت الاذان قلت طيب اخلص الفيديو واقوم اصلي، وبعدين جه في بالي اصلا ان انا كنت هتكلم في النقطة دي معاكم، وجه في بالي اني ممكن على ما اخلص الفيديو اخلصه وانا تعبان او مكسل او مش قادر، خصوصا ان الدنيا برد، فممكن اقول لنفسي خلاص خش نام ومعلش ابقى صلي بكرة قضى. وللأسف ده مش أصح حاجة، وده أنا آسف مش ده خالص اللي ينفع يتعمل، لأن وزر كبير جدا طبعا إن أنا أفوت الصلاة عن عمد. فعشان كده دايما اللي بنصح بيه، وربنا يهدينا جميعا، أنا طبعا مش أحسن حد ينصحكم، يعني ربنا يهدينا جميعا ويثبتنا دايما يا رب، ولكن هي نصيحة من أخ مش أكتر، إننا دايما نحاول نصلي الفرض في وقته. فدي كانت أول نقطة، نقطة الكسل. النقطة التانية نقطة اليأس. أنا دي بالذات كنت بحس بيها أوقات لما أكون بصلي وفترة ما أنقطع عن الصلاة بعد ما كنت ملتزم. كنت أوقات كتير جدا جدا أقول لنفسي أنت مفيش
الحسنات يذهبن السيئات. وإن الاستغفار ده والله العظيم كنز من كنوز ربنا سبحانه وتعالى. فمهما كنت بتعمل ذنوب، ابدأ من تاني وابدأ من جديد. صدقني لما تستغفر ربنا أو تستغفري ربنا وتحاول إن انت تتقرب له ولو بأصغر وأبسط الحاجات، كبيرة أوي أوي عند ربنا من أو عن إنسان تاني ما عندوش أصلا النية إنه قادر حتى يستغفر ربنا أو حتى يتصدق ولو بحاجة بسيطة جدا. أي حاجة تكون باب يتقرب بيه لربنا. فعشان كده مهما كنت وحش في وجهة نظر نفسك، مهما كنت شايف نفسك سيء، أو مهما كنت شايفة نفسك وحشة ومش كويسة، ابدأوا من تاني. استغفروا ربنا، صلوا، ادعوا ربنا كتير ان ربنا يهديكوا، ان ربنا يعفو عنكم،
يشرح صدرك وقلبك، ويكون دايما فيك سكينة وهدوء، وتكون سبب في قربك من ربنا سبحانه وتعالى وثواب كبير جدا جدا. فحاول دايما أو حاولي دايما على قد ما تقدروا يكون في ورد يومي للقرآن في يومكم، ولو زي ما قلنا حاجة بسيطة جدا. ودايما برضو أنا بعمل حاجة عشان خاطر إني أحاول أخلي القرآن دايما موجود في يومي. يعني على سبيل المثال، لو انتوا معاكوا عربية ورايحين مشوار، حاولوا دايما تخلوا القرآن شغال في العربية، بس مش شغال واحنا سرحانين، فشغال واحنا سامعينه ومركزين فيه. فإذا قرئ القرآن فانصتوا إليه. دي حاجة. الحاجة التانية، لو حد رايح في مواصلات، راكب مترو، راكب مواصلات أيا كان، حاول برضو انك تخلي معاك لو مصحف صغير او لو حتى مصحف على الموبايل تقرا منه. انا معرفش بصراحة، عشان لو حد قال لي حرام اقرا من الموبايل او كده، انا بصراحة ما اقدرش يعني اقول او افتي في حاجة زي كده. معرفش اذا كانت حرام ولا لا. انا عن نفسي كنت بعمل كده زمان قبل ما يبقى معايا عربية، فيعني معرفش بصراحة كانت حرام ولا لأ. كنت بصراحة بتعامل بإن نيتي فعلا إني عايز أقرأ ولو جزء بسيط خالص من القرآن قبل ما مشواري يخلص. في حاجات كتير أوي أوي زي ما قلتلكم ممكن تكون سبب كبير أو باب كبير يفتح لك باب القرب من ربنا سبحانه وتعالى، وإنك تكون قريب منه سبحانه وتعالى، ويشيل من عنك جبل من الذنوب اللي علينا، ويديك قصادها جبل من الحسنات والثواب اللي احنا دايما محتاجينه. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. اتمنى ما اكونش تقيل على قلوبكم، اتمنى اكون خفيف دايما على قلوبكم، اتمنى اكون فدتكم على قد ما اقدر. ولو قلت اي حاجة غلط فسامحوني فيها. فزي ما قلت لكم، انا في الاول وفي الاخر مش احسن حد اكيد ينصحكم. انا بني ادم زيكم، بدعي ربنا دايما يهديني ويثبتني، وربنا يهديكم جميعا ويثبتكم جميعا. بلاش تحاولوا تخلوا الشيطان يخليكم تيأسوا او تستسلموا. مهما دخلك الشيطان من ابسط الابواب، حاول دايما تكون عزيمتك وإرادتك أقوى منه. حاول دايما تستعين بربنا سبحانه وتعالى، إنه في كل مرة تحس إن الشيطان بيوسوس لك بأي شيء، استعين بربنا سبحانه وتعالى وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي دايما الجملة دي في بقك في بقك كل ما تحسوا إن الشيطان بيحاول إن هو يسيطر عليكم أو يضايقكم أو يحسسكم بالفشل أو اليأس. صدقوني، معناش ملايكة، ولكن قادرين نكون كويسين، قادرين نتغلب على يأسنا ده وضعفنا ده. وصدقوني والله، مهما وقعت دايما حاول انك تقرب لربنا وحاول تقوم، مهما كانت ذنوبك عاملة ازاي او ايه هي. دايما روح اجري لربنا، ادعيله يسامحك ويهديك ويعفو عنك وابدأ صفحة جديدة مع نفسك. ربنا دايما فاتح باب التوبة ودايما بيتقبل عباده. وصدقني أكيد عند ربنا البني آدم اللي بيحاول وبيسعى إنه يتقرب لربنا ويحاول يصلح من نفسه أحسن كتير من بني آدم ما بيحاولش وما عندوش النية أصلا ودايما مستسلم. أنا آسف جدا إني طولت عليكم، ولكن كنت حابب إن أنا أتكلم وأدردش في الموضوع ده. بعتذر إن الفيديو ممكن يكون طول. أتمنى زي ما قلتلكوا في الفيديو اللي فات، لو في أي حاجة عايزينها تتغير أو تتحسن اكتبوها لي في التعليقات. لو في أي حاجة ضايقتكم
أحسن